محطة أو العد التنازلي أو الدور أو مرحلة الإياب من الدوري الاحترافي لكرة القدم بدأت تشتعل حقيقة. تابعنا بين السبت والأحد مباريات مشتعلة تنافسية. أكبر حصيلة في هذه المباراة من جانب فريق واحد الرجاء اليوم تمكن من تحقيق الفوز على الفتح الرياضي ب4 أهداف مقابل هدف واحد ليفرمل الصحوة الأخيرة للفتح الرياضي التي شهدها في الدورات الماضية. الرجاء الرياضي بعد هذا الفوز ارتقى إلى المركز الثاني، محصلة هدفية، انتصار كبير جدا أمام الأنصار بالمقر الرياضي محمد الخامس. أكيد أن المباراة ديال فريق الرجاء البيضاوي ضد الفتح الرياضي كانوا فيها جميع المكونات، لا الجمهور ولا يعني الفرجة، وكان يعني طريقة اللعب ديال الفريقين معا كانت طريقة يعني كتبين على ان الفريقين لعبوا بواحد الشكل حديث، واللاعبين يعني محاولين انهم يلعبوا السهل الممتنع. فشفنا يعني لمسات جميله، يعني الدريونغل، يعني لي تير، لي بوت، يعني كل شيء كان في هذه المباراه هذه. وما نقصوش من القيمه ديال فريق الفتح لانه في واحد الوقت من الاوقات كان يمكن يرجع في المباراه، ولكن الاندفاع ديالو يعني كتسجل عليه اهداف. فهذا هو الحاجه اللي خلت الفتح انه يتلقى 4 اهداف، انه خرج يلعب الكره وخرج انه يحبس الفريق الرجاء عند الفريق. فكنظن على ان المهم في هذا هو الفريقين عطاو واحد الصوره حقيقيه لكره القدم. وكنظن على ان الان حتى اللاعبين حتى ديال الرجاء كما كنعرفوا في واحد الوقت من الاوقات كان يعني مشكل اللاعبين ما كانش ذاك التركيز. الان كتشوفوا بعد العوده ديال بعض اللاعبين اللي كانوا مصابين عطاو الشيء الكثير ومتعوا الجمهور اللي يحضر المباراة. الرجاء لنستمتع مباراة ممتعة بحصة تهديفية كبيرة جدا، خصوصا الرجاء الذي رفع رصيده إلى 21 هدف من 17 هدف إلى 21 هدف في مباراة واحدة بأسلوب مهم جدا. فضلو ديفيس اليوم يمكن قدم واحدة من أجمل مبارياته بأسلوب تكتيكي هجومي مهم جدا. واختارتي محمد سهيل. مشينا للجانب المعنوي على الخصوص لأنه آخر مباراة ديال الفريق الرجاء فتوقف لفترة طويلة. وهذا هو الوقت كان مجموعه ديال المباريات عند الفرق الاخرى اللي هي مؤجله. كان الجميع لا الجمهور لا اللاعبين كيتصوروا انه الفرق ما غاديش النقاط، اذا غادا تهرب فاذا به كيلقى نفسه فريق الرجاء انه راه الجميع قريب، فتصور انه انتصار اليوم خلى انه الرتبه الثانيه، فلذلك انه المعنويات تاع اللاعبين. وهذا الشيء اللي شفناه اليوم خصوصا الشوط الاول. غنتكلم على الشوط الاول ما غنتكلمش على الاهداف، لانه بين على امكانيات فريق الرجاء في الاحتفاظ بالكره، في الامكانيات ديال تسليم السلام على مستوى رائع جدا، ربما على المستوى ديال العمق الهجومي. صحيح انه سجل 4 اهداف، راه شفنا الاهداف كان هدف اللي عدم التشتيت ما كانش مزيان، ربما الكره اللي كانت ضاعت اللاعبين الفتح باش تسجل الهدف الثاني، هدف ضد المرمى، لكن شفنا امكانيات رائعه. هنا غادي نشوفوا الامكانيات ديال السلام والتسليم بواحد الثقه عاليه جدا. يعني خلال الشوط الاول شفنا واحد الامكان وما كاينش تسرع، وكينتظروا انهم يسحبوا اللاعبين ديال الفريق الفتح اللي كنعرفوا ماشي من النوع اللي كينكمش. فهنا غادي يبدا يعني غادي نشوفوا بانه لازم تسحبهم اكثر، اذا اعاده الكره. لكن لاحظ الثقه اللي كيلعبوا بها اللاعبين بدون هذه المنطقه راه منطقه اللي فيها مغامره ومقاومه، لكن واحد الامكانيات كبيره بعدم الخوف، بواحد يعني الانسيابيه في اللاعب واخراج الكره بواحد الطريقه رائعه جدا. وبعد ذلك غادي نشوفوا انه في لحظه من اللحظات كاينين حلول، فغادي يبحث عن الحلول انه الكره الرقم 19 غادي توصل للنفاتي. بعد ذلك للاسف انه على المستوى العمق الهجومي خصوصا حتى لو وصلت الكره فكنتظن انه ماتياس كان غادي يكون في حاله تفضل اخي منعم. نعم بالفعل. يعني احنا نكمل الكلام اللي قال السي محمد، فان الرجاء يعني القوه ديالها هو هذا لو جو، هذا لو جو، وكيعطيو الحلول. لان شفنا الان التمريرات اللي كتمر بين اللاعبين فهما كيعطيو الحلول. انهم حسوا بان فريق الفتح يعني في واحد الوقت من الاوقات يعني في نص الملعب، ولكن باش يخليوه يقلب على البالون هما استلموا الكره في واحد المنطقه اللي كان يعني صعيب ان ما كانش يعني الثقه وما كانش عندنا كونفيونس وما كانش الحلول، لان كانوا او موفمون. اللاعبين ديال الرجاء كانوا او موفمون، خلقوا يعني مساحات فين تخرج الكره بسلاسه يعني، وما كانوش كيعطلوا لي باس. في واحد الوقت من الاوقات كتحس بهم ما كاينش هذاك الغطاء في لاباس، لان ملي كتعطل الكره كتلقى اللاعب يعني دار واحد
الى ضم طلب الكره وما كيستلمهاش. الان يعني اي لاعب كيتحرك كيستلم الكره. هذا الشيء اللي خلى اللاعبين انهم ديال الفتح انهم يخرجوا، انهم كتبان لهم الكره قريبه انهم يستلموها، ولكن خلاهم مساحات في الظهر ديالهم. ما كانتش النجاعه في واحد الوقت من الاوقات انه يعني تكون ديك لا ديرنيير باس بالشكل اللي ممكن انه يشكل خطر، ولكن كانت لا سامبليسيتي في لو جو، وكانت الثقه كما قال سي محمد، كانت الثقه عند اللاعبين، وخرج يعني كانت ما كانش روطار، يعني ما كانش روطار في الديسيزيون في القرارات ديال التمريرات.